الصورة دي للاعب الأهلي ومنتخب مالي إليو ديانج بعد الخروج من أفريقيا أمام السنغال، واقف يعيط حقيقة صعبة عليا أوي، بيعافر لوحده طول البطولة، وكل ماتش منتخب مالا يطرد منه لعيب، فالشوط الأول وديانج اللي يتعب، فالآخر بسبب الطرد ده ويشيل فريقه وبيعمل جهد رهيب وأضعاف. والله منتخب مالا لما بيطرد منه واحد ديانج بيسد وتحس إنهم مش ناقصين. النهاردة قدام السنغال عمل دقة التمريرات 100%، لمس الكرة 38 مرتدقة تمريرات 100%، 29 تمريرة صحيحة، 9 في منطقة الخصم، 20 في وسط ملعب فريقه التقييم، 9 10. بسم الله ما شاء الله، عمل النهاردة ملحمة ومتعه وأداء خيالة قصاد السنغال، ما شاء الله عليه، كاشف الملعب قصاد عينه ويكسب كل الثنائيات اللي بيخشها، ومش مبالغه منى ودراية إن ديانج من أفضل 5 لاعيبه دخلوا الدورة المصرة ومن أحسن لاعيبة نص ملعب في العالم. أيوة زي ما بقولك كده، إليو ديانج من أفضل لاعيبة نص الملعب في العالم ولازم يجدد في أسرع وقت. ملخص كلامه إن ديانج من أفضل اللاعبين في بطولة إفريقيا، كل ماتش أحلى من اللي قبله، وتحس إن مالا مش بتلعب 10 أبدا بعد الطرد. دموعك غالية علينا يا ديانج، وإن شاء الله تفرح مع الأهلى السنة ده بتحقيق ال13 إن شاء الله.